أهلا بكم. استقبل صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله في قصر الروضة في مدينة العين بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية، معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقوم بجولة في دول المجلس. صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان رئيس الدولة حفظه الله أكد حرص دولة الإمارات على دعم مسيرة مجلس التعاون لدول الخليج العربية في مختلف المجالات، معربا عن تمنياته لقمة المنامة المقبلة التوفيق والنجاح والتوصل إلى قرارات وتوصيات تلبي طموحات أبناء وشعوب دول مجلس التعاون لتحقيق مزيد من الإنجازات في إطار الرؤى الواحدة والمصير المشترك. جاء ذلك خلال استقبال سموه في قصر الروضة في مدينة العين معالي الدكتور عبد اللطيف بن راشد الزياني الأمين العام لمجلس التعاون لدول الخليج العربية الذي يقوم بجولة في دول المجلس بحضور سمو الشيخ حمدان بن زايد آل نهيان ممثل الحاكم في المنطقة الغربية. وقدم الأمين العام إلى صاحب السمو رئيس الدولة خلال اللقاء أصدق التهاني والتبريكات بمناسبة اليوم الوطني 41 للدولة، متمنيا لدولة الإمارات قيادة وحكومة وشعبا مزيدا من التقدم والرخاء والازدهار في ظل القيادة الحكيمة لصاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان. واطلع رئيس الدولة من معالي الأمين العام على التحضيرات الخاصة بالقمة 33 لأصحاب الجلالة والسمو قادة دول مجلس التعاون الخليجي التي ستعقد في مملكة البحرين خلال الشهر الجاري، والجهود المبذولة لدعم العمل الخليجي المشترك نحو آفاق أوسع بما يسهم في تعزيز عمل المجلس، إضافة إلى عدد من الموضوعات التي تهم دول مجلس التعاون لدول الخليج العربية. ونوه معالي الأمين العام بحكمة صاحب السمو الشيخ خليفة بن زايد آل نهيان في دعم مسيرة المجلس وتحقيق مزيد من الإنجازات في المسيرة المباركة لمجلس التعاون لدول الخليج العربية ودعمها وتعزيزها في مختلف المجالات. حضر اللقاء سمو الشيخ سعيد بن زايد آل نهيان ممثل حاكم أبو ظبي، وسمو الشيخ منصور بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس الوزراء وزير شؤون الرئاسة، وسمو الشيخ حامد بن زايد آل نهيان رئيس ديوان ولي عهد أبو ظبي، وسمو الشيخ عبد الله بن زايد آل نهيان وزير الخارجية، وسمو الشيخ عمر بن زايد آل نهيان نائب رئيس مجلس أمناء مؤسسة زايد بن سلطان للأعمال الخيرية والإنسانية، وسمو الشيخ الدكتور سلطان بن خليفة آل نهيان مستشار صاحب السمو رئيس الدولة، وعدد من كبار المسؤولين في الدولة.